ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله النهارده نعمل مع بعض طريقه السبانخ. انا جبت السبانخ ونقيتها كويس وغسلتها الاول ونقعتها في ميه عشان الرمله والتراب اللي فيها، وبعد كده اهي خرطتها بالسكينه وبمقص اهي يا حبايبي. ماشي، بس انا ما قطعتش معاها حزمه الكزبره. عشان ايه؟ الكزبره هقطعها وهي على النار على طول عشان ريحتها ايه تفضل زي ما هي. ماشي. وهنا على النار معانا مع بعض جبت معلقتين وحطيتهم على النار وفضيت معاهم كيس صلصة، وطبعا الفراخ بتتسلق على العين التانية، وهنعمل رز بشعرية بإذن الله مع بعض. ودي يا حبايب قلبي بصوا، الكزبرة وشطة ونص معلقة صغيرة سكر وكمون، والأهم حاجة ايه، وفلفل أسمر وسنة التومة. ماشي يا حبايبي، ونقلب الكلام ده كله مع بعض. يا رب يكون واضح معاكم اهو. ودي يا حبايبي خلاص التقليه بتاعتنا اتسبكت اهي الصلصه، وهنزل بالسبانخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه غسيل الخضار يا جماعه، عشان كله رمله وتراب، ولازم ايه ننقيه كويس وننقعه فيه وفي ميه ونسيبه فتره. عشان وانا خدت بصوا هنا سلقت الفراخ وطلعتها وخدت معلقتين من التسبيكه بتاعت السبانخ من الصلصه بصوا، وهحطها في الفرن على الشوايه وخلاص كده. خلاص السبانخ بصوا، شفت الكميه كانت قد ايه، بقت قد ايه. دلوقتي هنزل بمعلقتين رز، معلقتين اتنين. في ناس بتعملها بفريك، لا انا بحب الصراحه بعملها بالرز اهو. ماشي. وحطيت نص حزمه كزبره خضراء اهي. وكده ايه السبانخ طبعا ملهاش سوا، هنبتدي نزيدها شوربه. ما نكترش شوربه، نخلي بالنا عشان ايه ما تبقاش خفيفه معانا يا حبيبي. بسم الله، وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وما تنسوش الاشتراك واللايك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد يا حبايبنا الحلوين. ماشي. والسبانخ دي طبعا كلها فوائد وكلها حديد، نكتر منها لولادنا اهي يا حبايبي. ماشي. خلاص انا كده ايه هستكفى، مش هحط شوربه تاني، وانا مظبطه الملح بتاعها والتوابل وكل حاجه، وحاطه لها تومه وبس كده. هنسيبها ايه تاخد غلوتين بس يستوي الرز وخلاص كده. الطشه بتاعتنا اهي، اللحظه المنتظره بتاعت الطشه. بسم الله ما شاء الله. وعملنا طبق ملوخيه ناشفه. ماشي يا حبايبي. وهنا طبعا نكمل الطشه بتاعت الملوخيه طماطم اهو. السبانخ طشنا لها وخلصت، وادي الرز معانا استوى وملوخيه ناشفه وسلطه، وادي الفراخ حمرناها ومعانا مخلل بنجر. وتفضلوا معانا، ده غدانا النهارده. ما تنسوش الاشتراك واللايك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واسيبكم على خير واشوفكم على خير. مع السلامه.